السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم متابعي قناة فضفضة مع ماما جوجو، عاملين ايه؟ يا رب جميعا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الليزي كيك أو كيكة البسكوت، من غير بيض ومن غير دقيق ومن غير تعب ومن غير أي حاجة، بطريقة سهلة وبسيطة. أنا معايا نص كيلو دقيق، قصدي نص كيلو بسكوت. في أنواع كتير للبسكوت وانت بتختاري النوع كويس عشان الطعم يبقى حلو. هنا البسكوت انا بجيب طبق وبكسره فيه، مش بفرفته خالص، بيبقى قطع صغيره زي ما احنا شايفين. نذكر بعض بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بعد ما بنكسره نيجي بقى نشوف مع بعض مكونات الليزي كيك. معانا ده نص كيلو، معانا معلقتين كبار كاكاو خام، كوبايه سكر، شوكولاته قطع، معلقه سمنه او زبده، كوبايه لبن. انا في الوصفه دي حطيت كوبايه لبن، لكن هي محتاجه كوبايه الا ربع لبن، لان هي طلعت الخليط ده طلع خفيف شويه. هنحط السكر والكاكاو نخلطهم مع بعض، هننزل عليهم باللبن ونقلب كده، ندوب السكر، نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على النار طبعا حطينا الحله وقلبنا، بنقلب لغايه لما ندوب السكر. هيدوب معانا السكر وتغلي الخليط، هيغلي هننزل بالمكعبات الشوكولاته، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لغايه لما تسيح معانا الشوكولاته. هنحط معلقه السمنه او الزبده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنحط بقى معلقه الزبده، هو الخليط بيغلي، النار شغاله زي ما هي، ما وطيناش عليه ولا طفينا، لغايه لما الزبده تسيح والشوكولاته طبعا ساحت. هنفضل نقلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنسيب الخليط بقى لما يبرد معانا. بعد ما برد هننزله على البسكوت. هنا بقى عشان انا كده قلت بصوا الخليط خفيف، عشان كده انا قلت لكم كوبايه اللبن تبقى كوبايه الا ربع. وهنقلب بقى البسكوت مع الخليط الشوكولاته السايله، هنخلطهم مع بعض كويس. كان عايز طبق اكبر من كده عشان اعرف اقلب فيه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هنقلب كويس كده. طبعا لازم نخلط كل البسكوت، نشربه من خليط الشوكولاته. هنا بعد ما خلطناه هنجيب ورق فويل وورق زبدة، هنطبقها على 2 عشان يستحمل معانا اللفة بتاعتها. هننزل بقى بالبسكوت بتاعنا عليها ونبرمها، نعملها رول. هنساوي الخليط بتاعنا. هنبرمها بقى رول كده ونضغط عليها شوية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. بعد ما لفيناها هنلفها بقى في ورق الفويل ونضغط عليه واحنا بنلف عشان البسكوت يتماسك مع بعضه زي ما احنا شايفين. وبعد كده بنبرمها من الجناب كده من الحرفين، بنلفها كويس. وبعد كده هندخلها الفريزر لمدة 2 ساعة. احنا طبعا بنعمل الحكاية دي كده، البرمة دي كده عشان كله يتماسك مع بعض. هندخلها الفريزر 2 ساعة. بعد ما طلعناها من الفريزر هنجيب بقى نفكها كده ونشيل الورق من عليها. هنا جبنا صينية وحطينا عليها الشبكة بتاعت الفرن، وهنحط عليها البسكوت. طبعا الخليط اللي انا عاملاه بتاع الشوكولاتة ده، طبعا الفيديو ده بقى له سنة معايا على الموبايل،
وطبعا مسحت منه حاجات كتير فاتمسح معايا خليط الشوكولاتة ده مكوناته. يعني هي تقريبا كان حوالي كوباية لبن ومعلقتين زيت. مش فاكرة كان قد ايه شوكولاتة بصراحة، لان كان بقاله سنة الفيديو عندي ونسيته خالص بصراحة. هنشرب بقى كده البسكوت كله، هنشربه بالشوكولاتة، وبعد كده هندخله التلاجة ونطلعه نقطعه زي ما احنا شايفين. ممكن نزينها بسوداني، بشوكولاتة بيضة، بأي حاجة عندك تزيني بيها. لو حابة تزيني، حابة تسيبيها كده تسيبيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة تكون سهلة. ما تنسونيش في اللايك وتقولي رأيكم في التعليقات. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.